السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فيجو القناة الزرقاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب انصر اخواتنا في كل مكان يا رب العالمين. يا رب ننصرهم بنصرك العزيز، وربنا يعود عليهم الأيام بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد بعنوان نهاية الدوري والكاس. كل سنة وحضراتكم طيبين. عيد أضحى سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. النهاردة يوم عرفة، استغلوا اليوم في الدعاء وفي قراءة القرآن وفي الصلاة. وعلى قد ما تقدر لو انت ربنا مديك القدرة للزكاة للخير، زكي للخير والتبرع للخير طبعا. يجزيك الله ويجزينا كلنا كل خير. لكن النهاردة نهائي الكاس، النهاردة الساعة 8:30 على استاد القاهرة الدولي إن شاء الله. بعد ما تفطر كده بإذن الله بعد يوم عرفة ان شاء الله افتح تلفزيونك واتفرج على الماتش. هل النهارده انت متوقع حاجه؟ انا مش متوقع اي حاجه. انا النهارده داخل الماتش باعصاب هاديه، داخل الماتش مش فارق معايا. والله كسبنا كسبنا، ما كسبناش ما كسبناش، كده كده موسم سيء جدا، موسم للنسيان، موسم فاشل زي مجلس الاداره كده بتاعنا. يعني مجلس اداره فاشل وموسم فاشل. شوف بقى انت الاتنين، الفشل في كل موسم يعني بوظوا ليك لاعب يعني. هو اللي بوظ الموسم كله بسبب انانيته وفرديته. وانت كان المفروض ان انت ترغمه للعب، مش الراجل قاعد في بيته وينزل يتمرن بمزاجه. انا ما اعرفش كده الصراحه خالص. لاعب بيتامر عليك ومش راضي يجي يلعب، وانت سايبه قاعد في البيت. تجيبه يلعب، اكسر عينه وتعالى العب. هد حيله، ممكن يتصاب ولا حاجه. هد حيله، هد حيله. مش بتظبطه وبتقعده وبتريحه عشان خاطر يروح للنادي المنافس بتاعك يلعب معاه على طول، وكمان بيجي يتمرن عشان يجهز نفسه. انا عايز افهم العقليه دي ازاي. دي النقطه الاولانيه. النقطه التانيه، الدوري المستباح اللي انت خسرت بيه، خسرته باسهل طرق. اسهل دوري جه على تاريخ الكره المصريه، شهادته انا بعيني. دوري كان صغير جدا، دوري كان نقطه صغيره جدا، ما قدرتش تستفيد منه خالص. لجنه التظلمات ما جابتلكش اي نقط. عملت ايه؟ ما عملتش، ما جبتش اي نقط، ما عملتش اي استفاده. رقم ثلاثة، صفقات فاشله. احمد حسام ومحمود جهاد، الاتنين دول ايه لازمتهم السنه دي؟ فلوسهم لازمتها ايه؟ لعبوا. محمود جهاد كل ما يلعب ماتش يتصاب. احمد حسام ما طلعش من على الدكه، ويوم ما بيلعب مش جامد يعني. الوحيد اللي فيه الرمق صلاح الدين مصدق. يعني بسم الله ما شاء الله، المغاربه كانوا نجم زمان، وكان بن شرقي، وكان دلوقتي بنتايج، وكمان صلاح الدين مصدق اللي شوف يعني. هقول لك ايه بس، في لعيبه كتير في الفريق لازم تمشي. وباذن الله باذن الله بكره او بعده ننزل في حلقه بعنوان امشوا. امشوا، ما تكنوش قاعدين. دي النقطه التالتة في الحلقه. النقطه الرابعه، النهارده مطلب جماهير. الاستاد هيبقى متقفل، الناس هتفطر في الاستاد. انت بقى تعمل ايه؟ انت تعمل إيه؟ كابتن ايمن رمادي، كابتن ايمن رمادي شد على اللعيبه. عايزين النهارده ماتش للتاريخ، عايزين نكسب. احنا اخر 5 كاس ما خسرناش الا كاس واحد قدام الاهلي اللي فات، اللي كان في السعوديه. فانت عايز توصل لك ان احنا الكاس ده بالنسبه لنا بنفطر ونتعشى بيه. وبعدين انت في الكاس مش بعيد، الدوري هو اللي بعيد قوي. انت في الكاس مش بعيد، الدوري هو اللي بعيد قوي. شدوا حيلكم يا رجاله، عايزين ننبسط. انا صوتي رايح والله وتعبان، بس انا ما اقدرش، لازم انا ادعمكم واشجعكم. وبعد الماتش ان شاء الله نكسب ونطلع كلنا نحتفل مع بعض. نطلع كلنا، احنا على القناه هنا، احنا على القناه هنا كسبانين 3 كاس. شدوا حيلكم يا رجاله يلا عشان ننبسط، عشان تبقى ليله جميله وننبسط. ليله صباحيه عيد، وهتبقى ليله جميله ان شاء الله. واوعوا تحطوا حسبان كل خساره. لا قدر الله خسرنا هسلخكوا. انا مش ما فيش صوت اطلع اتكلم، بس هسلخكوا. كله هيتحاسب، كله هيتحاسب، بجد يعني. موسم فاشل جدا صراحة. موسم دربت فيه 5 مدربين، فشل في كل حاجة، فشل في كل حاجة يعني. وربنا بقى ينتقم في اللي كان السبب.
هيدعو لاخواتكم في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك وعزز على سيدنا محمد. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير. كل ده بفضل ربنا، اللي انا فيه بفضل ربنا ونعمه، اللي نعمل لكم الفيديو عشان ينزل. ربنا يكرمكم ان شاء الله، ويجعلها سنة السعد عليكم وعيد اضحى مبارك، وعيدوا مع حبايبكم وعلى قرايبكم، وربنا يعود علينا الايام وعليكم الايام بخير يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد اضحى سعيد عليكم. صلوا على النبي. ادعوا كتير النهارده، يوم عارف يوم جميل. ادعوا لاخواتنا ربنا ينصرهم، ربنا يكرم ان شاء الله، وربنا يوفق ان شاء الله، والنهارده الزمالك ياخد الكاس باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وباذن الله الزمالك يفرح جمهوره، جمهوره الواعد، جمهوره الوافي، هو الوحيد الاولى بالفرحه النهارده. وباذن الله الرجاله تفرحنا ان شاء الله.